عهر تحكيمي واضح في خروج مصر من كاس العالم قدام الارجنتين. مصر كانت كسبانه 2-0 لحد الدقيقه 80. احنا اتحسب علينا ضربه جزاء وكان ممكن عادي ما تتحسبش. في جون اتحسب لينا واتلغى بسبب فاول ملوش اي 30 لازمه جنب الكورنر عندنا، واتحسبت فاول واتلغى الجون. الارجنتين ما خدتش ولا انذار واحد طول الماتش. قبل جون المكسب بتاع الارجنتين احنا لينا ضربه جزاء لصلاح، وهي برضو فيها ضربه جزاء لحمدي فتحي، والاتنين الحكم ما راحش فيهم للفار ولا كانه شايف اي حاجه ولا كانه سمع اي حاجه. وفي النهايه هارد لك لمنتخب مصر، خروج هنقول المره دي بقى من قلبنا، هو خروج فعلا مشرف ولكن بعهر تحكيمي واضح من الفيفا والقائمين على الفيفا. والكلام دوت كان بان قوي بدايته في ماتش امريكا وبلجيكا، لما امريكا اتطرد منها بالوجران ورئيس امريكا راح كلم الفيفا وقال لهم يشيلوا الطرد في سابقه هي الاولى في تاريخها، في تاريخ كره القدم العالميه، ان يتم الغاء طرد صريح مباشر بمكالمه تليفون. فمن الواضح ان في توجهات. منتخب مصر عمل اللي عليه وزياده. برافو حسام حسن، برافو لعيبه المنتخب، اداء فعلا مشرف. لعيبه النهارده بذلوا قصارى جهدهم. احنا بنلعب قدام بطل العالم وبنلعب قدام ميسي لعيب الكائن الفضائي. لكن النهارده خلينا نقول جماهير الارجنتين كانت شايله اعلام اللي ما يتسموش في المدرجات. جماهير الارجنتين حدفوا بيره على جماهير مصريه، والفيديوهات دي موجوده وماليه السوشيال ميديا دلوقتي. احنا اتحاربنا بجميع الاتجاهات، فالناس بس اللي هي ايه اهاليها اتولدوا في الارجنتين وبيموتوا في ليونيل ميسي ويعشقوه. شوفوا، انا حضرت ماتشات كتيره مع جماهير الارجنتين، هم جمهور قليل ادب طول عمرهم، متعصب جدا جدا جدا، ما بيهمهمش حد، ومجانين كوره لكن قلات الادب. انا شفت جماهير المكسيك مجانين كوره بس مهذبين. ارجنتين لا. عامه كلمتين عايز اقولهم بكل وضوح لحسام حسن، برافو حسام حسن. انا شايف ان ادارته للماتش كانت مناسبه، وهاويفر ان اخر 10 دقائق كان ممكن بعد ما جبنا الجون الثاني نبتدي ان احنا ننزل حسام عبد المجيد، نعمل عمق دفاعي شويه. التاخير يعني التغيير اتاخر شويه، وفجاه خدنا الاول في الثاني في الثالث ما لحقناش. فاللعيبه عملت اللي عليها. هارد لك، عشنا حلم جميل. مصر وصلت لدور ال16 لاول مره في تاريخها، ومش كده وبس، احنا جبنا 7 اجوان في كاس العالم. 7 اجوان في كاس العالم. احنا كنا طول عمرنا عايشين على ضربه جزاء مجدي عبد الغني، وباعلانات بميديا بافلام. المره دي احنا جبنا 7 اجوان، مدافعين بيسجلوا ولاعيبه نص ملعب بتسجل ومهاجمين بتسجل. منتخب مصر عمل بطوله هايله. هارد لك. اتمنى الناس يعني مش هقول ما تزعلش، ولكن ارفعوا راسكم وتشرفوا بمنتخب بلدكم، وعشنا حلم جميل اتدمر النهارده على ايد التحكيم. عايزكم تسيبوا لي في الكومنتات تحت رايكم، هل مصر اتظلمت ولا انا اللي بفتري على الحكم؟ شكرا.